عسلامة ومرحبا بكم. معكم سمير in another فيديو، واللي باش يكون اول فيديو في البلاي ليست متاعنا جديده الخاصه بسبرينغ بوت. وكما تشوفوا من العنوان باش نفهموا فيه اش معناها سبرينغ، اش معناها سبرينغ بوت، وشنية الفرق ما بيناتهم، على خاطر برشا يخلطوا ما بيناتهم ومش في بالهم اللي هما نفس الحكايه. يلا ما نطولوش برشا، قهوتك ولا كاستيك، ليتس جو. قبل لا نبداو الفيديو، الناس الكل تعمل ابوني وتعمل جيم على المحتوى وثانك يو. به جوست معلومه صغيره باش نحطكم في الاطار، البلاي ليست هذه باش تكون خاصه بالسبرينغ بوت، باش نتعلموا فيها كيفاش نعملوا بروجي من الزيرو، وكل مره نزيدوا حاجه، يعني باش تكون ديفلوبون اكثر من انه باش نقراو سبرينغ بوت، ولا اكثر من انه باش تكون تيوريك. على خاطر صحيح كلنا قرينا سبرينغ بوت، لكن فما حاجات غابت علينا، ولا فما حاجات ما تعلمناهمش كوم الفو. ساعات تبدا فاهم الحكايه هذيك شنية معناها وقتاش تستعملها، لكن ما تعرفش كيفاش تستعملها ولا كيفاش تكتب لها الكود نتاعها. هذه حاجه. الحاجه الثانيه شباب الستيل نتاع الفيديوهات باش يكون كيما هكا، كيما تشوفوا انا بالصغير والكروم جنبي بالكبير، فيها كود ولا فيها ايماج ولا اللي هو هذا، خاطر الستيل المتعارف عليه بالنسبه للفيديوهات التوتوريال. بون نجم نجتهد ونعمل شويه كرياتيفيتي ونزيدو نحسنوا فيه، وكيك توصل المعلومه احسن ويكون الفيديو احسن وما يكونش ممل. لكن المشكله في الوقت شباب، المشكله انه المونتاج يشد برشا وقت، بالرسم يشد برشا وقت، وانا الحقيقه ما عنديش بزايد وقت. هذاك علاش باش نبداو بحاجه بسيطه كمان هكا، وبالطبيعه خلوا لي رايكم في كومنتير. به معلومه اخيره ونبداو الفيديو نتاعنا خاطر طولت عليكم. ان شاء الله كان سهل ربي باش يكون كل نهار الجمعه فما فيديوهات في البلاي ليست كمان هكا، ولا بلاي ليست اخرى يعني فيديوهات توتوريال فيديوز من الاخر. ونهار الاحد مدة ساعتين ان شاء الله باش يكون فما فيديوهات كيما الفيديوهات الاخرين، يعني باش تكون فما شويه مونتاج، ماهوش برشا مونتاج، لكن ماهمش كيما هكا يعني انا بالصغير والإكران بالكبير. اوكي يلا نشوفوا واش معناها سبرينغ. سبرينغ هي فريم ورك اوبن سورس وتخدم بلغه الجافا، ونجموا نستعملوها باش نخدموا بها ويب ابليكيشنز ولا مايكرو سيرفيسز. المشكله شباب انه سبرينغ ياسر كومبليكي، بالرسمي تري كومبليكي، على خاطر يستحقك انك تعمل له كونفيغوراسيون مانويل، ويستحق برشا فيشيات مش في فيشي واحد، وزاد يستحق انك تنستلي السيرفر نتاعك على برا وتعمل له كونفيغوراسيون نتاعه وتركح له اموره ودنيته، برشا كونفيغوراسيون. هذا الكل يعطل نوعا ما الفاز نتاع الديفلوبمون، لا يزي يعطل وياخذ برشا وقت، ولا يزي انه يتطلب ايكيب باهيه وقديمه نوعا ما. يعني كديفلوبر سون اكسبيريونس، ولا مازلت كي بديت البرمجه، ولا كايتيديون، صعيب برشا انك نجم تخدم به. تو نشوفوا سبرينغ بوت. سبرينغ بوت هو اكستنشن والا موديول تخلق باش يسهل لنا الخدمه مع سبرينغ، على خاطر باش نلقاو فيه ما يسمى بالاوتو كونفيغوريشن، يعني كتب البيز هذاك الكل والكونفيغوراسيون الزايده وتكسير الراس باش نرتاحوا منه بصفه نهائيه. بون مش نهائيه برشا، كيف باش نلقاو فيه الامبيدد سيرفر، يعني لي سيرفر انتجري. اش معناه؟ يعني قبل احنا كنا ننستاليو تومكات وحده ونعملوا له الكونفيغوراسيون تاعه وحده والبور وحده، توا مع سبرينغ بوت التومكات يبدا موجود. توا تشنشين هذه المفيد، ما تستحقش انك تنستالي التومكات من اصله. وبالطبيعه شباب رانا باش نشوفوهم هذوما الكل في الفيديوهات الجايين، وباش نشوفوا كيفاش نخدموا بهم. عندنا زاده ستارتر ديبندنسيز اللي يوفر لك لايبراريز، يوفر لك دي بيبليوتيك جوست تنستاليهم وتبدا تخدم على روحك، لا كونفيغوراسيون زايده لا والو. المفيد اختم، هذا شعار سبرينغ بوت. وبالطبيعه اذا كنت تستحق تعمل كونفيغوراسيون معينه، عندك فيشي واحد باش يلم الكونفيغ نتاعك الكل، مش كيما سبرينغ فريم ورك برشا فيشيات وبرشا تكسير راس. سؤال اخر، وقتاش نستعمل هذا وقتاش نستعمل هذا، وهل مازالوا يستعملوا في سبرينغ خاطر برشا معقد وكل شيء؟ الاجابه شباب بكل بساطه مازالوا يستعملوا في سبرينغ ويستعملوا زاده في سبرينغ بوت، لكن وقتاش تستعمل هذا ووقتاش تستعمل هذا. بالنسبه للسبرينغ فريم ورك تستعمله بالطبيعه وقت اللي يبدا بروجي قديم وانت مازلت في الديفلوبمون تاعو، والا تستعمله وقت اللي تحب تعمل كونفيغ كامله وتحب تكون عندك ما لقيتش الكلمه، يعني تحكم كامل في الكونفيغ نتاع الابليكاسيون كل، وقتها باش تستعمل سبرينغ فريم ورك. وهذه جينيرالمون وقت اللي يكون عندك تيم باهيه بالرسمي، تيم مرعبه، ووقت اللي زاد يكون عندك بزايد وقت، ما تكونش مربوط بديدلاين معين. بالنسبه للسبرينغ بوت جاي باش يسهل لك حياتك، نجم تستعمله باش تعمل ريست ابي اي، باش تعمل ميكرو سيرفيس، تستعمله كيما حكينا وقت اللي تحب تنقص من الكونفيغوراسيون الزايده وما تحبش تكسر راسك. من الاخر كانك مازلت ما عندكش تجربه بالسبرينغ بوت ومازلت
مازلت كي بديت ما ننصحكش تستعمل سبرينغ فريمورك. هذا هو الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله ما يكونش ممل، وان شاء الله وصلنا المعلومات اللازمه والكافيه. خلي لي رايك في كومنتير نحسنوا في حاجه، عندك فكره تحبوا نعمل عليها فيديو اللي هو المفيد، اعمل كومنتير واعمل جيم واعمل ابوني على المحتوى. نشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.